السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم طيبه ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. ومن ضمن اقتراحات الكوتي نقترح لكم كيكه طبقات بيضه واحده كتجي اكثر من رائعه. بسم الله. غادي نحتاجوا نصف كاس ديال السكر سنيده، ونحتاج ساشيه ديال السكر المنكه بالفاني، ونحتاجوا البيضه واحده صافي. وغادي نطربوا مزيان وضروري مقبيصه ديال الملحه لتعديل الذوق. صافي. وغادي نحتاجوا الطرب يدوي او فوي، غنطربوا مزيان ديك البيضه مع السكر سنيده، يعني حتى كنحسوا هكا بالسكر سنيده بدا كيذوب والخليط كيرجع لينا هكا مايل الابيض. صافي. فغادي نضيف 4 ديال المعالق ديال الزيت او ربع كاس ديال الزيت النباتيه. صافي. وغادي نخلطو مزيان ونحتاجو ربع كاس ديال الحليب، او يمكن لينا هكا نعبرو بالمعلقه. نحتاجو 4 ديال معالق ديال الحليب. صافي. وغادي نضيف عليهم معلقه ديال العصير ديال الحامض. كما كتشوفوا معايا فالحليب كيرجع لينا هكا خاتر، كيرجع بحال الشكل ديال اللبن او الرايب. فهاد الاضافه كتعطينا يعني مذاق زوين بزاف للكيك، تساعد الكيك هكا فاش يعني كيطيب كيجي هكا منتفخ او طالع. صافي. وغادي نحتاجوا الكاس ديال الدقيق الابيض. كما كتشوفوا معايا دائما العبار بكاس ديال العنبه، فضروري من الاحسن هكا نغربلو الدقيق ديالنا. صافي. وغادي نحتاجوا لصاشيه ديال خميره ديال الحلويات على وزن 8 غرام. فمن الاحسن حتى هي نغربلوها مع الدقيق ونخليو هكا الخميره ديال الحلويات حتى هي اخر حاجه غادي نضيفوها. صافي. وغادي نخلط مزيان. فايله بان لينا الخليط هكا ديال الكيك شويه خفيف، فغادي نضيفو معلقه كبيره ديال الدقيق. فدائما كيبقى يعني على حسب النوعيه ديال الدقيق وعلى حسب الحجم ديال البيض. فاذا كانت بيضه هكا كبيره فضروري ما غادي نضيفو يعني كاس، ونزيدو هكا واحد المعلقه كبيره ديال الدقيق باش نتحصلوا على يعني على قوام اللي كيكون بهذا الشكل هذا. صافي. وغادي نحتاجوا لواحد اللاطه او اي مول اللي غادي ندخلوه للفرن، فغادي ندهنوه بالزيت او الزبده ونرشوه هكا بالدقيق او نفرشوا ليه ورق الزبده. صافي. وغادي نقادو الوجه ديال الكيك بهذا الشكل هذا، وغادي ندخلوه الفران اللي بارد. فبالنسبه لي انا دائما الكيك كندخلو الفران بارد، وغادي نخليوه عافيه اللي تكون مهيله، يعني ما كياخذش وقت بزاف في الطياب، كيوجد بسرعه. صافي. من بعد ما خرجته يعني كنحصلوا على كيك كيكون بهذا الشكل هذا، يعني ما كيكونش طالع بزاف. وغادي ندوزو للكريمه يعني الطبقه الثانيه. فبالنسبه للطبقه الثانيه غادي نحتاجو 2 كيسان ديال الحليب عامرين، وغادي نحتاجو 2 معالق ديال السكر سنيده او معلقه هكا كبيره ديال السكر سنيده. دائما كيبقى الحلاوه على حسب الذوق. وغادي نحتاجو 3 ديال المعالق كبار ديال كريم باتيسير، او يمكن لينا نعوضوهم بالنشا، فكريم باتيسير كتعطينا مذاق احسن. وغادي نحتاجو الساشيه ديال السكر المنكه بالفاني، يعني للتنسيم فقط. يمكن لكم تعوضوا السكر المنكه بالفاني سائله او بالقشره ديال الحامض، فتا هي كتعطينا مذاق زوين. فعندي هنايا السيرو اللي غادي نسقي به الكيك، فدرت هكا واحد القطعه ديال الحامض مع كاس ديال الماء و4 المعالق او 5 ديال السكر سنيده، يعني خليتهم غلاو هكا من فوق بوطه على عافيه اللي تكون هكا شويه مجهده. صافي. وغادي نسقي بها الكيك ديالنا. فضروري البنات الا كانت الكيكه ساخنه فيكون السيرو بارد باش ما تعجنش هكا لينا الكيك ديالنا. صافي. وغادي نقلبوا الكيكه على الوجه ديالها، نخليه هو اللي يجي من الاسفل. وصافي. غادي نصبوا الطبقه الثانيه بهذا الشكل هذا، يعني والكريمه كتكون مازال سخونه، يعني ما نخليوهاش حتى تبرد. صافي. وغادي نحتاجوا واحد 5 ديال الحبات ديال الموزات او البنانات. فنقطعوا البنان ديالنا دوائر وغادي نعصروا عليهم هكا واحد نصف حامضه، يعني باش ما يتاكسدش لينا البنان ويرجع كحل. فمن بعد ما كتدفى لينا الكريمه يعني كتماسك بهذا الشكل هذا، كتقبط راسها، يعني لا داعي ندخلوها للثلاجه، نخليوها هكا غير في الكوزينه يعني على جنب، فهي دغيا كتقبط راسها. صافي. وغادي نستفوا الدوائر ديال البنان بهذا الشكل هذا.
فمن بعد ما كنستفوا الدوائر ديال البنان بهذا الشكل هذا، فندوز للطبقه الثالثه اللي غادي نوجدوها بعصير ديال الليمون البرتقال او المندرين. فكنعصروا يعني واحد 2 كيسان تقريبا او كاس ونصف ديال عصير ديال الليمون او ديال الشين صافي. فغادي نصفيوه، فضروري ما ناخذوا هكا العصير ديالنا نصفيوه. نضيف ساشيه ديال السكر المنكه بالفاني، وعندي 2 معالق كبار ديال السكر سنيده. دائما السكر كيبقى على حسب الذوق ديالكم. وغادي نحتاجوا معلقه ديال كريم باتيسري، وغادي نحتاجوا الفلو او فلان ديال درهم ونصف يكون بنكهه ديال الموز او النكهه ديال الفاني. فمن بعد ما كنضيفوا النواشف على العصير ديالنا فكنحركوا جيدا يعني حتى كينسجموا لينا المكونات، ونخليوهم فوق عافيه اللي كتكون يعني متوسطه مع التحريك، يعني حتى كيغلى لينا الخليط صافي. من بعد ما غلات لينا الكريمه ديالنا رجعت بهذا الشكل هذا، يعني شويه كتقال صافي. فغادي نخليوها على جنب، وغنجيبوا الكيكه ديالنا اللي رحنا ديجا درناها في الثلاجه. فضروري في هذه المرحله هذه تكون الكيكه ديالنا بردات مزيان، يعني غندخلوها الثلاجه نخليوها تبرد مزيان، نغطيوها هكا بالسلوفات ونخليوها في الثلاجه تزيد تبرد مزيان. هذا غادي نصبوا عليها الطبقه الثالثه او الكريمه اللي كتكون ساخنه. فضروري ما نصبوا هكا الكريمه تكون هي سخونه صافي باش كتاخذ لينا هكا الشكل كيجي زوين ديال الكيكه ديالنا صافي. وغادي نغطيوها ونخليوها على جنب، يعني ضروري ما نخليوها واحد ساعه تقريبا ديال المكانه في الثلاجه، يعني حتى كتزيد تعقد مزيان. هاد غادي نقدموها بصحه وراحه، وكنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم اقتصاديه وسهله. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم واشتراك معي في القناه لاول مره كيزور القناه، وشكرا بزاف على التعاليق ديالكم، وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم، وخليتكم على خير وبخير حتى الوصفه جديده ان شاء الله.